مدرب الوداد: لا مجال للخطأ أمام سيمبا. اعتبر عادل رمزي مدرب الوداد الرياضي أنه لا مجال للخطأ في مباراة سيمبا التنزانية برسم الجولة الثالثة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وقال رمزي في تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: إن التحضيرات تمر في أجواء جد إيجابية، ويظهر في أعين اللاعبين أنهم عازمون على العودة في المسار الإفريقي وتحقيق أول انتصار في دوري الأبطال بعد الخسارتين السابقتين. وأوضح الإطار الوطني أن مواجهة سيمبا ستكون صعبة على الطرفين، لكن ما يهم هو أن يكون الوداد في مستوى عال، والتركيز على المستوى البدني والذهني، مؤكدا أنه واثق من قدرة اللاعبين على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الانتصار الأول في دور المجموعات. وتابع قائلا: لا مجال للخطأ أمام سيمبا، أرى في أعين اللاعبين أنهم عازمون على الفوز. جماهيرنا تؤثر إيجابا عليهم، ونأمل أن نسعدهم بتحقيق فوز جديد سيعيد الثقة لكل مكونات الفريق. من جهته، أكد مهدي مفتاح حارس مرمى الفريق الأحمر أن المجموعة مستعدة لتحقيق بداية جديدة على المستوى القاري، والكل واع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل نيل الانتصار. وأشار مفتاح إلى أن المباراتين السابقتين لم تكونا في مستوى تطلعات الجماهير، لكنه يتمنى أن يواصل الفريق الإيقاع نفسه الذي لعب به أمام مولودية وجدة في البطولة من أجل الخروج من هذه الوضعية الحالية، متمنيا أن يكون الفوز أمام سيمبا هو مفتاح بداية جديدة في دوري الأبطال. تجدر الإشارة إلى أن الوداد سيواجه سيمبا التنزانية غدا السبت بملعب مراكش الكبير، علما بأنه يحتل المركز الأخير في مجموعته، فيما يحتل سيمبا المركز الثالث بنقطتين. بونو يفرط في سلسلة ذهبية مع الهلال. فوت المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال على نفسه فرصة لاستمرار في رقمه الإيجابي عندما استقبل هدفا من الطائي. وقاد بونو فريق الهلال للفوز بنتيجة 2-1 على الطائي ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعوي للمحترفين. وارتكب الحارس المغربي هفوة خلال مجريات الشوط الأول عندما تقدم داخل منطقة الجزاء، ليستغل لاعب الطائي طارق محمد تقدمه بكرة ساقطة استقرت في شباك الهلال، وهذا الهدف هو الأول في شباك بونو منذ 8 مباريات لعبها في مختلف المسابقات. وإجمالا خاض الحارس المغربي 18 مباراة بقميص الزعيم، فنجح في الحفاظ على شباكه خلال 14 منها، وتلقت شباكه 7 أهداف فقط. سجل أهداف الزعيم سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش في الدقائق 20 و30 على التوالي، فيما قلص طارق حامد النتيجة للطائي في الدقيقة 45+5. وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ب44 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز ال12 ب17 نقطة. أزمة شائكة وراء غياب حكيمي عن باريس. تحدث تقرير صحفي عن أسباب غياب أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان عن تدريبات فريقه صباح اليوم الجمعة. وكشفت شبكة RMC سبورت أن حكيمي غاب عن الميران بسبب خضوعه لجلسة تحقيق في محكمة فرنسية بشأن اتهامه بالاعتداء جنسيا على فتاة، وأضافت أن حكيمي واجه الفتاة في المحكمة، وذلك للإدلاء بأقواله في الواقعة التي تعود إلى 25 من فبراير شهر الماضي. وكانت الجهات القضائية في فرنسا قد وضعت أشرف حكيمي تحت المراقبة منذ وقوع الحادث، لكن دون منعه من السفر خارج البلاد. من جانبها، ذكرت صحيفة لو باريزيان أن حكيمي يواصل الطعن ضد الاتهامات ويصر على البراءة، ويتمنى أن تأخذ العدالة مجراها. وكان النادي الباريسي قد أعلن في بيان صحفي اليوم الجمعة غياب أشرف حكيمي عن التدريبات لأسباب خاصة. من جانبه، أكد لويس إنريكي مدرب باريس أن اللاعب المغربي بحالة جيدة، وسيكون متواجدا في قائمة الفريق لمواجهة نانت غدا السبت.